بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنحل الامتحان الشامل على الوحدة الأولى. الامتحان ده فيه أفكار كويسة، وأنا ببارك لكل الناس اللي قفلت في الامتحان ده. إن شاء الله الدرجات هتنزل النهاردة. أنا بصور الفيديو عشان الناس اللي طلبت مني إجابات الامتحان كل الناس تراجع إجاباتها، والناس اللي قفلت انا ببارك لها، والناس اللي ربنا ما وفقهاش او ما وفقتش ان هي تقفل تشد حيلها شويه يا شباب. احنا لسه بدري، احنا لسه في اول السنه، فتقدر تشد حيلك وتذاكر وتبقى احسن من اللي قفل. انت شد حيلك، محدش احسن منك. شد حيلكم يا شباب وربنا يكرمكم وبالتوفيق ان شاء الله. الناس كلها تشد حيلها، واللي محتاج حاجه يا شباب زي ما اتفقنا يخش يكلمني في اي وقت. تمام يا شباب، هنبدأ إن شاء الله النهاردة نحل امتحان الوحدة الأولى. الامتحان فيه أفكار كويسة جدا. أول حاجة اللهم صل على سيدنا محمد. طلب صغير يا شباب، أنا عايز كل واحد هيتفرج على الفيديو يثبت إن هو اتفرج، إن هو يكتب في التعليقات إن يصلي على النبي. يعني تكتب في التعليقات تصلي على النبي في التعليقات، يبقى أثبتت إن أنت اتفرجت على الفيديو بالصلاة على النبي. يبقى عاوز كل واحد يتفرج على الفيديو يا شباب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ يا شباب. عندما يتحرك الجسم، يقول اختر الإجابة. عندما يتحرك الجسم بعجلة تساوي صفر، فهذا يعني أن يا مستر عجلة تساوي صفر، وانت قايل لي في الشرح أي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر. انت يا مستر قايل لي أول ما تسمع كلمة عجلة يعني في تغير في السرعة، معنى أن السرعة بصفر يعني كده، معنى قصدي أن العجلة بصفر يعني كده أن السرعة ثابتة. يبقى معنى أن العجلة بصفر يا مستر يعني السرعة ثابتة. طب فين السرعة الثابتة؟ وقلت لي برضه يا مستر إن أي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر، يبقى أي عجلة تساوي صفر يبقى السرعة منتظمة. طب أنا هروح أدور يا مستر على السرعة منتظمة. طب سرعة الجسم متغيرة؟ غلط. تزايدية؟ غلط. طب سرعة منتظمة؟ أيوة يا مستر هي دي الصح. السؤال الثاني، إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة 90 كيلومتر كل ساعة، فهذا يعني أنها قطعت مسافة متر خلال 40 ثانية. يا مستر ما ينفعش يبقى اعطيني الزمن بالثواني واعطيني السرعة بكيلومتر كل ساعة، فانا لازم يا مستر لازم احول الوحدات عشان تبقى متر كل ثانية عشان اعرف احل. فانا هحول يا مستر ال90 دي احولها لمتر كل ثانية، يبقى اقول له 90 في 5 على 18. 90 في 5 على 18 يا شباب تطلع ب25 متر كل ثانية. كده يا مستر انا جبت السرعة وحولتها طلعت معايا ب25. اجيب بقى المسافة يا مستر، المسافة يا مستر بتساوي سرعة في زمن عين في زي. طب العين بكام؟ 25 في الزمن 40 يا مستر 40. طب 25 في 40 تطلع ب1000، يبقى تطلع ب1000. يتحرك قطاران على شريطين متوازيين في اتجاهين متضادين وبنفس السرعة، لذا تكون السرعة النسبية للقطار الأول تساوي نقط سرعة القطار الثاني. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا شباب، احنا قلنا السرعة النسبية في اتجاهين متضادين، يعني واحد ماشي كده التاني ماشي عكس. قلت السرعة النسبية لما يكون في عكس الاتجاه بعمل ايه؟ بجمع يا مصر. طب اجمع يا حبيبي، هو اعطيني 2 متضادين، فمعنى كده ان سرعة الاول لما اجمعها ما اكيد هتبقى ضعف الثاني، ما هو اتجاهين متضادين، فسرعة القطار الاول هتبقى بالنسبة يعني السائق في القطار الاول هتبقى ايه؟ ضعف سرعة القطار الثاني. يبقى يا شباب هنا دي ضعف. رقم 3، تحركت سيارة لمدة ساعتين وكانت سرعتها المتوسطة 40 كيلومتر كل ساعة، فإذا كانت سرعتها في الساعة الأولى 20 فإن سرعتها في الساعة الثانية كام؟ يا شباب السؤال داتي زي الفل، سؤال جميل جدا يا شباب. بيقول لي تحركت سيارة لمدة ساعتين وكانت سرعتها المتوسطة 40 كيلومتر كل ساعة، فإذا كانت سرعتها في الساعة الأولى 20. في ناس منكم بقى يا شباب قال لي يا مستر السرعة المتوسطة 40 وهو خد زمن ساعتين، يبقى في الساعة الأولى أنا هقسم هيبقى 20 و20، يبقى أي حد اختار 20 أقول له غلط. يبقى أي واحد قال لي يا مستر ده أنا هقسم عشان ده هنا ساعتين وهنا خد في الساعة الأولى 20، يبقى الساعة التانية خد 20 أقول له 20 أقول له غلط.
اقول له غلط. ليه؟ لازم تحسب المسافة الاول يا شباب بتاع كل ساعة، وبعدين تجيب السرعة في الساعة التانية. زي الفل. هنبدأ يا شباب نجيب المسافة الكلية. المسافة الكلية هجيبها ازاي يا مستر؟ هعطيلك يا حبيبي سرعة متوسطة وهعطيلك الزمان ساعتين. اقول له المسافة الكلية عين في زي، عين في زي، السرعة بكام؟ ب40. في الزمن يا مستر ساعتين. طب في تحويل يا مستر؟ لا يا مستر مفيش. ده هنا السرعة بكيلومتر كل ساعة والزمن ساعتين، يعني ساعة مفيش تحويل. 40 في 2 يا شباب هتطلع عليه 80 متر، كيلو متر. طيب يا شباب انا كده جبت المسافة الكلية زي الفل. تعالى بقى يا حبيبي هات لي المسافة في الساعة الأولى. مش الساعة الأولى أعطيلك سرعتها 20 كيلومتر كل ساعة وأعطيلك الزمن، احسب لي منها المسافة. يبقى المسافة في الساعة الأولى، في الساعة الأولى أقول له عين، برضو عين في زيت، كام؟ عين بكام؟ ب20 يا مستر. في الزمن 1. يبقى المسافة في الساعة الأولى بكام؟ 20 كيلو متر. يبقى المسافة في الساعة الأولى ب20. يا مستر المسافة الكلية 80 وفي الساعة الأولى 20، يبقى هجيب الفرق عشان أعرف هو في الساعة الثانية قطع مسافة قد إيه. يعني المسافة الكلية يا مستر كلها 80 والمسافة في الساعة الأولى بس 20. أنا بقى أجيب فرق المسافتين عشان أعرف هو قطع مسافة قد إيه في الساعة الثانية. بقول له 80 ناقص 20 هيساوي 60 كيلو متر. يبقى كده يا شباب المسافة في الساعة الثانية 60 كيلو متر. تعالى بقى دي احسب لي السرعة في الساعة الثانية. احسب لي السرعة في الساعة الثانية. بقول له عين بيساوي السرعة في الساعة الثانية، السرعة بتساوي مسافة على زمن. طب المسافة أنا جبتها بكام؟ 60. يبقى 60 على الزمن 1 يبقى تطلع ب60 كيلومتر كل ساعة. سؤال جميل جدا يا شباب، من الكميات الفيزيائية القياسية. قلت قياسية يعني تحتاج ايه؟ تحتاج المقدار فقط. طب هنا السرعة المتجهة يا مستر، متجهة ده من اسمها عايزة اتجاه غلط. القوة محتاجة اتجاه يا مستر. البعد البؤري ده يا شباب اللي هو المسافة. البعد البؤري اللي هو المسافة لسه هناخده في الوحدة الثانية. يبقى هي دي يا شباب دي محتاجة المقدار فقط، فهي دي اللي كمية قياسية. الإزاحة يا مستر ده الإزاحة كمية متجهة. زي الفل. اللهم صل على النبي. السؤال رقم 6. في الشكل المقابل إذا تحرك جسم من النقطة ألف هي يا شباب إلى النقطة ب، فإن مقدار الإزاحة الحادثة يساوي كام سنتي يا شباب؟ مش من ألف لميم داتي نص قطر. إيه أيوة يا مستر. يبقى من ميم لب برضه نص قطر. أي نقطة على الدايرة بتوصل بالمركز يبقى دي نص قطر يا شباب. يبقى دي برضه ب10. يبقى يا مستر أجيبها من فيثاغورس. وصل الإزاحة من البداية للنهاية. يلا عطلك وتر اهوت يا شباب، عطاني وتر. يبقى هات الإزاحة. قول له يا مستر جذر 10 تربيع زائد 10 تربيع هيساوي 10 جذر 2. يبقى 10 جذر 2. اللي اتفرج بقى يا شباب على الوحدة الأولى أو حضر معايا شرح الدرس داتي، فاكرين القوانين السحرية؟ أنا كنت قايل لكم يا شباب لو قال لي مش داتي من ألف لب يعني كده ربع دور، اتحرك ربع الدائرة. قال لي ربع دورة، قال لي 3/4. يبقى ربع و3/4 أنا عارف إن إزاحتهم نق جذر 2. نق جذر 2. يبقى يا شباب أنا حافظ من القوانين السحرية إن إزاحة الربع وإزاحة ال3/4 نق جذر 2. أشوف النق بكام وأعوض عنه. النق بكام؟ ب10. أحط 10 مكان النق يبقى نق 10 جذر 2. يبقى الإجابة 10 جذر 2 بدل ما أقعد أعمل فيثاغورس. دي صح ودي صح، بس دي أسهل. أنا حافظ يا مستر أنت قايل لي إن ربع دورة و3/4 دورة من القوانين السحرية والنق جذر 2. نق جذر 2. طب النق ب10 يبقى أحط مكان النق 10 يبقى 10 جذر 2 واختار 10 جذر 2. كده خلصنا. اختر خش على صوب ما تحت الخط. يقول لي السرعة النسبية هي ناتج قسمة المسافة الكلية على الزمن الكلي. يبقى مين؟ السرعة المتوسطة. هي المسافة الكلية على الزمن الكلي مين؟ السرعة المتوسطة. يمكن تحديد مقدار سرعة السيارة مباشرة باستخدام البوصلة. غلط يا مستر، مش البوصلة. عداد السرعة. عداد ايه؟ السرعة.
العجلة عبارة عن مقدار السرعة. لا يا مستر، انت قلت لي اول ما تسمع كلمة عجلة يبقى لازم في تغير، يبقى العجلة تغير في السرعة، تغير في السرعة، مش السرعة بس، لا لازم يكون في تغير. يراعي الطيرون السرعة المتجهة. إذا تحرك الجسم في مسار دائري، السؤال ده جميل 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 جميل. إذا تحرك الجسم في مسار دائري نص قطر نق ليقطع مسافة تساوي طه نق. طه نق دي يا شباب اللي هي باي نق، ما الطه اللي هي باي اللي هي 22 على السبع. طه نق يا شباب أنا عارف إن محيط الدايرة كله 2 باي نق أو 2 طه نق زي ما هو جايبها لي. فأنا يا شباب معنى إن هو قايل لي طه نق بس، يعني كده هو عايز نص بس، يبقى نص طه نص في 2. تعالى بس اقول لك هي جت ازاي. طه نق نص في 2، مش انا قلت المحيط كله 2 باي نق او 2 طه نق، يبقى نص في 2 طه نق. الاتنين هتروح مع الاتنين، يبقى نص الدايره يا شباب اللي هو طه نق. يبقى كده تبقى هو بيكلمني على نص الدايره بس. هات انت بقى بيقول لي يوجد ازاحه نص الدايره. يا مستر سهله يا مستر، انت قلت لي ازاحه نص الدايره 2 نق، ازاحه نص الدايره 2 نق، يبقى هنا 2 نق، يبقى مش 2 طه نق، 2 نق. انا عرفت ازاي ان هي نص دايره عشان اعطيني طه نق، انما لو كان اعطيني 2 طه نق كان يبقى قصده على الدايره كلها، فهنا كانت هتبقى اجابتي صفر. لو كان اعطيني 2 طه نق كانت هتبقى اجابتي صفر، ازاحه بصفر، لانه كان يتحرك على الدايره كلها فهيرجع هيعمل دوره كامله. انما هنا تعطيني طه نق يبقى هنا نص الدايره، فازاحه نص الدايره كام؟ 2 نق. اي حد يا شباب عايز يخش الجروب يكلمني على الرقم ده، اي حد عاوز يخش جروب العلوم يكلمني على الرقم ده، اي حد محتاج حاجه في العلوم يكلمني على الرقم ده يا شباب. نكمل. ضع علامه صح او خطأ. الزمن كمية فيزيائية متجهة والقوة كمية فيزيائية قياسية. غلط يا مستر، الزمن كمية فيزيائية قياسية، العكس، والقوة كمية فيزيائية متجهة، يبقى غلط. وحدات قياس السرعة تكافئ يعني تساوي وحدات قياس العجلة. غلط يا مستر. طول المسار في الدرس الثالث دي المسافة، طول المسار في الدرس الثالث مين؟ المسافة. والزمن اللازم لقطع عاملان أساسيان في وصف الحركة. صح، مش احنا خدنا في أول درس إن المسافة والزمن عاملان لوصف حركة الجسم اللي هي سرعة الجسم؟ أيوة يا مس صح، يبقى كده صح يا شباب. يبقى طول المسار هو خدعني، بس بدل ما جاب لي المسافة لا جايب لي طول المسار. ما أنا كده يا مستر أنا عارف إن تعريف المسافة هو طول المسار، الفعل الذي يسلكه الجسم. يبقى حش طول المسار وحط مسافة، يبقى المسافة والزمن هما العاملان الأساسيان في وصف الحركة، يبقى صح. عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة يعني منتظم، فإن العجلة يتحرك بها موجب. يا مستر ده أنت لسه قايلها، أي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر، يبقى الصفر العجلة بصفر، يبقى غلط. نكمل يا شباب. اللي ما صلاش على النبي في التعليقات يا شباب ينزل يصلي على النبي. صلوا على النبي يا شباب. اكتب المصطلح العلمي. حاصل ضرب نص مقدار سرعة الجسم، نص سرعة الجسم في ضعف الزمن 2، اللي هي ضعف الزمن اللي هو 2 في زي. النص هتروح مع الاتنين، حاصل ضرب يفضل عين في زي. عين في زي اللي هي مين يا شباب؟ المسافة. مش المسافة بتساوي السرعة في الزمن؟ السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم، السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. اللي حضر الشرح يا شباب أنا قلت السرعة المتوسطة لها برضو التعريف ديت، يبقى السرعة المتوسطة لها تعريفين أو 3 كمان يا شباب، يبقى ده برضو تعريف السرعة المتوسطة. واللي ما سمعش مراجعة الوحدة الأولى يسمعها، فيها كل حاجة وكل القوانين وكل الأفكار قايلها لك في مراجعة الوحدة الأولى، انزل اتفرج عليها. العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تكون سرعته النهائية، يعني عين 2 أقل من عين 1. يا مستر مش قانون العجلة بيقول ج بتساوي عين 2 ناقص عين 1
على زين. يا مستر لو عين 2 كبيرة مثلا أقول 10 ناقص 5 هتطلع ب5 يعني طلعت بالموجب. لو عين 2 كبيرة يبقى كده طلعت موجب. طب يا مستر ده هنا بيقول لي عين 2 أقل، عين 2 أقل. طب تعالى يا مستر عوض، أقول له عين 2 مثلا ب5 وعين 1 يبقى هي الكبيرة ب10، يبقى 5 ناقص 10 ب-5. يبقى هنا عجلة تناقصية سالبة، عجلة تناقصية سالبة. نكمل. متى يحدث كل من يتساوى مقدار سرعة الجسم مع مقدار المسافة؟ امتى السرعة تساوي المسافة؟ احنا قلنا يا شباب ان السرعة بيساوي المسافة على الزمن، السرعة بيساوي مسافة على الزمن. امتى السرعة دي يا شباب تساوي المسافة؟ لما يكون الزمن بواحد يا مصر، مش لو الزمن بواحد. فيه على واحد اللي هي المسافة على واحد تطلع بفيه، يبقى هنا الحالة دي عين هتساوي الفيه. يبقى اقول له امتى يا شباب؟ عندما يقطع الجسم هذه المسافة خلال وحدة الزمن. يعني ايه وحدة الزمن؟ يعني 1 ثانية، 1 ساعة، 1 دقيقة. اقول له عندما يقطع الجسم هذه المسافة خلال وحدة الزمن. عندما يقطع الجسم هذه المسافة خلال وحدة الزمن. امتى يا شباب؟ رقم 2 يتساوى مقدار السرعة المتجهة مع السرعة القياسية. خلي بالك السؤال داتي برضو لو جاء قال لي امتى تساوي المسافة تساوي الإزاحة، هو نفس السؤال. يبقى يجي يقول لي متى يحدث كل من يتساوى المسافة مع الإزاحة أو يتساوى مقدار السرعة المتجهة مع السرعة القياسية. أقول له عندما يتحرك الجسم في نفس الاتجاه ونفس السرعة. ازاي بقى يا شباب؟ يا مستر انا مش فاهمها. هقول لك يا حبيبي، لو قلنا جسمي بدأ من أ راح ل ب قطع 20 متر، احسب المسافة يا مستر. المسافة طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم اللي هو مشي كله، مشي كام؟ المسافة 20. طب احسب لي الإزاح. ايه الإزاحة يا مستر من نقطة البداية لنقطة النهاية. يبقى يا مستر ما هي 20 اهي. يبقى هنا يا مستر امتى المسافة تساوي الإزاحة أو امتى السرعة القياسية تساوي السرعة المتجهة؟ عندما يتحرك الجسم في نفس الاتجاه ونفس السرعة. عندما يتحرك الجسم في نفس الاتجاه ونفس السرعة. علي يصعب عمليا حركة السيارة بسرعة منتظمة. ليه؟ بسبب تغير أحوال الطريق. بسبب تغير أحوال الطريق. الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة تكون قيمة عجلته تساوي 0. ليه يا شباب؟ الجسم اللي ماشي بسرعة منتظمة العجلة بتاعته ب0. يا مستر انت قلت لي أول ما تسمع كلمة عجلة يبقى في تغير في السرعة. طب يا مستر ده سرعة منتظمة يعني سرعة ثابتة، ما فيش تغير. يبقى هنا تقول له لأن السرعة لا تتغير بمرور الزمن. يعني السرعة ثابتة ما بتتغيرش، فكده طالما السرعة ثابتة يبقى ما فيش عجلة، يبقى العجلة 0. الأسئلة: تحرك جسم من السكون يبقى يا مستر من السكون يبقى عين 1 ب0. عين 1 تساوي 0. وصلت سرعته 45، دي عين 2. بعد 5 ثانية يا مستر ده الزمن. يا مستر عدتني الزمن 5 ثانية والسرعة كيلومتر كل ساعة. يا حبيبي أنا لسه قايل لك حول. يبقى 45 أحول السرعة، أقول له 45 في 5 على 18. نكتب بالعربي يا شباب معلش. 45 في 5 على 18. 45 في 5 على 18 هتطلع لي ب12 ونص ثانية. طب انا كده جبت يا شباب السرعة اللي هي عين 2 ب12 ونص. احسب لي بقى العجلة. قول لي العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زين. عين 2 12 ونص ناقص 0 اللي هي عين 1 على زين بكام؟ زين ب5 ثانية. ده 0 يا شباب.
ده صفر. يبقى 12.5 ناقص صفر على 5 هتطلع لي 2.5 متر كل ثانية تربيع. نوع العجلة موجبة، عجلة موجبة أو تزايدية. السؤال التاني سيارة، هنحله في الحتة دي يا شباب. السؤال التاني هنحله في الحتة دي. سيارة سرعتها النسبية 80، احسب السرعة الفعلية لها في حالة مراقب يتحرك في نفس اتجاه حركة السيارة بسرعة 30 كيلومتر كل ساعة. يا مستر بيقول لي احسب السرعة الفعلية. سهلة يا حبيبي، أنا قايل لك واللي سمع الشرح الفعلية عكس النسبية. طب يا مستر النسبية في عكس الاتجاه بجمع، يبقى الفعلية عكسها. لو قال لي عكس الاتجاه هطرح، انما هنا بيقول لي نفس الاتجاه. الفعلية عكس النسبية، النسبية نفس الاتجاه، كنت بعمل ايه؟ كنت بطرح. وانا بقول لك ان الفعلية عكس النسبية، يبقى هنا النسبية كانت طرح في نفس الاتجاه، يبقى الفعلية جمع في نفس الاتجاه. ده بقول له الفعلية تساوي جمع بقى يا شباب المراقب زائد النسبية، او النسبية زائد حالة المراقب. يبقى هنا 80 زائد 30 يساوي 110 كيلومتر كل ساعة. زي الفل، يبقى 110 كيلومتر كل ساعة. كم؟ اللي عايز يدخل الجروب يكلمني على الرقم ده. نكمل. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. في الشكل المقابل، الناس اول ما شافت الشكل الناس اتخضت. يا شباب لا والله ما صعب ولا في اي حاجه. بسم الله. في الشكل المقابل تحرك جسم من النقطه أ. تحرك جسم من النقطه أ. فين النقطه أ اهي يا مستر؟ النقطه أ اهي الى النقطه واو. النقطه واو دي يا مستر هي النهايه. يبقى تحرك جسم من أ راح لواو مرورا بب وجيم ودال في زمن 8 ثواني. احسب السرعة القياسية. طب قبل ما تحسب السرعة القياسية تعالى كده على جنب احسب لي المسافة. احسب لي المسافة. المسافة يا مستر انت قلت لي كل اللي هو مشيه يبقى 4. تعال نكتب بس، نكتب هنا احسب لي المسافة. هاي هيساوي، انت قلت لي كل اللي هو مشيه 4 زائد 12 زائد 15 زائد 4 زائد 5. كل ده يا شباب هيطلع لي يقسمهم. لا مش هنقسم هنا تاني، انا لسه بحسب المسافه مش السرعه القياسيه. اجمع 4 و12 16 16 و15 31 31 و4 35 و5 40. يبقى المسافه كام؟ 40 متر. المسافه كام يا شباب؟ 40 متر. طيب كده هات لي الازاحه، ولا سيبك من الازاحه دلوقتي عشان الازاحه محتاجه شغل، ولا تعالى نجيبها. تعالى نجيبها بالمره، مش هنخسر حاجه. يا مستر انت قلت لي الازاحه اقصر خط من نقطه البدايه لنقطه النهايه. طب فين البدايه؟ البدايه عند ال. طب فين النهايه؟ النهايه عند واو. يبقى ارسم لي خط من البدايه للنهايه اهو. طب يا مستر ده مش خط مستقيم يا مستر. طب انا هجيبها ازاي؟ طب اجيب اللي قصادها يا مستر. طب ما دي مش مستقيمه عشان اجيب اللي قصادها. فانت يا شباب هترسم امتداد عشان تكمل لي المثلث القائم. هترسم امتداد عشان تكمل لي المثلث القائم اهو. كمل بقى يا شباب. تعالى بقى هغير لك لون القلم هنا يا شباب. الحتة دي يا شباب 4 متر، فانزل امتداد كده يبقى برضو الحتة دي 4 متر. الحتة دي يا شباب 12 متر، وانا عندي الحتة دي ب4 يبقى اللي قصادها ب4. يبقى الحتة دي 12 ناقص 4 12 ناقص 4 يا مستر 8، يبقى الحتة كده 8 متر. الحتة دي بس 8 متر. طب الحتة دي يا مستر اهي 5 متر. اعطيني 5 واعطيني 4 وعايز اجيب الحتة دي عشان اكتب الرقم هنا. يبقى 5 و4 9 9 15 ناقص 9 يبقى الحتة دي يا شباب 6 متر. الحتة دي يا شباب 6 متر. يبقى هنا 8 هنا 6 متر. هات لي بقى ألف واو. ألف واو يبقى ألف واو الإزاحة اللي هي يساوي ألف واو. الإزاحة اللي هي ألف واو اهي.
هيساوي جذر 8 تربيع زائد 6 تربيع هيساوي 10 متر. يبقى الإزاحة بكام؟ 10 متر. اهي 6 اهيت و8 اهي. هات لي بقى السرعة القياسية. سهلة بقى يا مستر. المسافة على الزمن، المسافة كام؟ 40 على الزمن 8 هيساوي 40 على 8 40 على 8 يا مستر فيها 5 متر كل ثانية. طب هات لي يا حبيبي السرعة المتجهة يا مستر. سهل. إزاحة على زمن. الإزاحة بكام؟ الإزاحة يا مستر ب10 على الزمن 8. 10 على 8 تطلع لك 1.25. 1.25. طب الاتجاه متر كل ثانية. الاتجاه يا مستر انت شايف؟ ارسم اسهم من البداية رايح للنهاية. اسهم من البداية ده نازل كده يا مستر هيكمل كده. انا رايح في اتجاه الجنوب الشرقي. جنوب شرق جنوب شرق جنوب شرق. السؤال الأخير. في الشكل المقابل تحرك جسم من النقطة A ألف، من النقطة ألف إلى النقطة ب بسرعة منتظمة، فقطع مسافة 60 في زمن 12 ثانية بس. لحد هنا وقف. احسب لي السرعة في الحتة دي. احسب لي السرعة المنتظمة في الحتة دي. يبقى أقول له السرعة المنتظمة هيساوي مسافة على زمن. مسافة على زمن. المسافة كام؟ 60 على الزمن 12. 60 على 12 تطلع لي ب5 متر كل ثانية. أنا كده جبت السرعة المنتظمة هنا حسبتها. كمل بقى. ثم تحرك من ب راح لج. من ب راح لج بعجلة منتظمة تبعا للعلاقة ج بيساوي 20 على ز. ج بتساوي كام؟ 20 على ز. احسب السرعة المنتظمة في الفترة أ ب. السرعة المنتظمة في الفترة أ ب أنا حسبتها يا مستر ب5 أهي. احسب لي السرعة النهائية في الفترة ب ج. يبقى كده هو عايز عين 2. عايز عين 2 السرعة النهائية. اكتب لي قانون العجلة. العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على ز. تمام. سويها لي بالعلاقة اللي هو عطاها لي. مش بيقول لك العجلة بتساوي 20 على ز اهي. تابع للعلاقة ج بتساوي 20 على ز. يبقى 20 على ز. الزمن هيروح مع الزمن. هيفضل لي عين 2 ناقص عين 1 هيساوي 20. طب عين 1 انا جايبها بكام؟ ب5 اهي. مش عين 1 انا جايبها ب5 اللي هي السرعة المنتظمة في الفترة أ ب. دي بقى تبقى عين 1. يبقى عين 2 ناقص 5 احط مكان عين 1 5 بيساوي 20. بيساوي كام؟ 20. يلا هات 5 بعكس الإشارة. يبقى عين 2 هيساوي 20 زائد 5 هيساوي 25 متر كل ثانية. أي حد مش فاهم أي سؤال يكلمني يا شباب. أي حد مش فاهم أي سؤال يكلمني على الرقم ده. الناس اللي ما توفقتش في الامتحان تشد حيلها. إن شاء الله العلوم في أمان لسنين قدام مع مستر ودكتور عبد الله. شدوا حيلكم يا شباب. اي حد محتاج حاجه وعايز يدخل الجروب يكلمني على الرقم ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.